مخطط إرهابي جديد هدفه المرة دي تفجير قنبلة إشعاعية في واشنطن خلال كلمة للرئيس. وقبل ما نشوف المخطط ده تعالوا بينا نصلي على سيدنا النبي ونعمل لايك وشير للفيديو واشتراك في القناة، وكمان يا حلوين ما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم منا كل جديد بنقدمه. ويلا نبدأ على طول. بتبدأ أحداث الفيلم بمحاولة إحباط عملية إرهابية كان بيستعد لها واحد اسمه أمين منصور، وكان ناوي يستخدم في العملية دي قنبلة إشعاعية قوية جدا علشان يدمر العاصمة الأمريكية واشنطن ضربة واحدة بس، وبالتحديد أثناء خطاب الرئيس قدام الكونجرس. إلا أن قوات الأمن الداخلي بتفشل تماما في إنها تلاقي القنبلة، رغم إن أمين نفسه بيكون مقبوض عليه. فبيوصلوا لمراته وبيحققوا معاها وبيقبضوا عليها وبيطلبوا منها تكلمه وتقنعه يساعد الأمن، لكنها بتأكد لهم إنها ما تعرفش عنه حاجة من شهور بعد ما تخلى عنها وهي حامل وأخد فلوسهم وهرب. ولما بتتمسك بموقفها بيقول لها عادي، لكن هي وابنها الجنين هيكونوا في فندق قريب جدا من المكان اللي متوقعين القنبلة تنفجر فيه، وإن لو ده حصل فعلا هم هيكونوا أول ناس متضررة. ولأنها بتفضل ساكتة بيحاول مايك مسؤول وكالة الاستخبارات يقنع الرئيس بإنه يلغي كلمته، لكنه بيفشل في ده كمان. فبيضغط على مرات أمين علشان تقعد وتتكلم معاه وتحاول تاخد منه أي معلومات تقدر عليها. وبيوصل أمين مع جندي البحرية جيك هاريس علشان يقابل مراته نايشة، وأول ما بيشوفها بيحاول يسلم عليها ويكلمها لكنها بتبعده عنها. فبيوريها إنه محتفظ بصورة ابنهم وهو جنين، لكنها بتتضايق منه وبتبدأ تضربه بكل قوتها. وبيتدخل الأمن علشان يبعدوها عنه. في الوقت ده بيستغل مايك الفرصة وبيسأل جيك عن عملية القبض على أمين واللي حصلت في بولندا. فبيقول له هو متضايق جدا إن الفريق بتاعه كان لوحده وما كانش معاهم لا قوات زيادة ولا دعم جوي، وإنه خسر فريقه كله علشان يحافظ على حياة أمين. بس مايك بيلومه إزاي ما حافظش على حياة العاملة أندرسون واللي كانت واحدة من أفضل المحللين. فبيرد عليه إن مهمته الأساسية كانت توصيل أمين عايش بأي تمن. وهنا بيبلغه مايك إنه طلب تحقيق كامل معاه بعد فشله الكبير في العملية دي، لكن جيك بيصمم إنه ما غلطش، وإنه كان في مجموعة كبيرة من المسلحين اللي هاجموا الفريق في بولندا وكانوا مدربين كويس جدا وكانوا هدفهم واضح وهو القبض على أمين، وهو أفشل هدفهم ده. وبيحاول جيك إنه يحضر التحقيق مع أمين بس مايك بيمنعه وبيقول له إن الأميرال مولهوند بيطلبه في مكتبه حالا علشان يقدم له تقرير كامل على اللي حصل في بولندا. وقبل ما يمشي بيكلم جايك مراته اللي بتكون قلقانة عليه جدا بعد ما عرفت بموت الفريق وافتكرت إن هو كمان مات معاهم، وبيقول لها إن رؤسائه بيقولوا إن اللي حصل كان غلطته، لكن ما عادش عارف أصلا إيه اللي حصل وإذا كان غلطته ولا لا. بس هي بتأكد له إنها تعرفه كويس وواثقة فيه ومستحيل يكون اللي حصل مسؤوليته. فبيطلب منها تروح لمرات واحد من الفريق وتفضل معاها وتاخد بالها منها لأنها لوحدها ومعها طفل صغير. وفجأة خلال المكالمة بيسمع أصوات غريبة ونداء على أهمية المحافظة على حياة أمين. فبيتسحب بهدوء وبيكتشف إن في مجموعة من المسلحين يقتحموا المبنى، فبيقرر يشتبك معاهم وفعلا بيقدر يقتل شوية منهم. ورغم إن عدد المسلحين بيكون كبير جدا إلا إنه بيتعامل معهم كلهم وبيقدر يتواصل مع أمن المبنى وبينضم للعميلة هوبر المسؤولة عن حماية أمين وبيساعدها في إنه يخرج بسلام. وبيحاول جيك يأمن العربية اللي هيخرج فيها أمين، بس بيلاقي المسلحين محاوطينها وبصعوبة جدا بيقدر هو وهوبر ياخدوا أمين ومراته ويمشوا بسرعة من المكان، لكنهم بيكتشفوا إن كل خطوط الاتصال والتليفونات مقطوعة وهم لوحدهم بدون أمن تقريبا. وبتكون مرات أمين خايفة جدا وبيلوموا جيك لأنه وعده إنها هتكون بأمان، وعلى أساس ده وافق إنه يساعدهم. ووقتها بتيجي عربية بتقطع عليهم الطريق وبتحاول تمنعهم من الخروج، لكن جيك برضه بيقدر يتعامل معهم وبيفتح الطريق، لكن هوبر بتتصاب وبتقدر ناشا انها تساعد جيك علشان ينقذوا حياة هوبر لانها اصلا دكتورة. بس النزيف بيكون قوي جدا ووضعها بيسوء اكتر بسرعة ومش بيقدروا ينقذوا حياتها، خصوصا ان المسلحين بيطردوهم وبيفجروا واحدة من عربيات الامن وبيضربوا عليهم رصاص. وبيكتشف جيك انه لوحده هو مع امين بعد الفريق كله ما مات، والمسلحين محاوطينهم من كل جانب وانهم لسه مش متأكدين اذا كان امين جوه العربية ولا لا. فبيستنى شوية لحد ما بيبقوا قريبين جدا منهم وبيبدأ يشتبك معاهم، وبعدها بيطلب من السواق انه يمشي من المكان بسرعة، الا ان السواق بيتقتل وبياخد جيك امين ومراته لمبنى المطار علشان يقدر يحميهم. وبيأكد امين لجيك انه ما يعرفش مين دول ولا عايزين منه ايه ولا حتى كان عارف هو بيتنقل لفين.
فبيقول له إن دول عسكريين ومدربين كويس وهيعملوا أي حاجة علشان يوصلوا له، وبيطلب أمين منه إنهم يستخبوا لحد ما توصل لهم أي مساعدة. لكن جيك بيرفض وبيقول له إنه محدش هيساعدهم لأن كل الاتصالات مقطوعة، وحتى مع كل الرصاص ده مفيش أي صفارات إنذار اشتغلت، وعشان كده هو بس اللي هيحميه. وبيحس جيك إن المسلحين دخلوا المبنى وراهم، فبيستغل إن المكان عامل زي المتاهة وبيخبي أمين ونايشة، وبيحاول هو يتخلص من المسلحين واحد ورا التاني. لكن أمين ومراته بيخرجوا من المخبأ، وبيقدر واحد من المسلحين إنه يوصل لهم، وقبل ما ياخدهم معاه بيتدخل جيك ويقضي عليه، وبيفتش واحد منهم وبيعرف إنهم عايزين أمين عايش علشان يعرفوا مكان القنبلة. ساعتها بيتضايق جيك جدا وبيمسك أمين بكل قوته وبيهدده إنه هيقتله لو ما قالش عن مكان القنبلة، وبتترجاه نايشة يقول كل المعلومات اللي يعرفها، بس هو بيرفض لأن المعلومات دي هي السبب الوحيد اللي بيخلي الأمن يحميهم. وبيقرر جيك إنه يفك قيود أمين علشان يتحرك معه بسهولة أكبر، وبيطلب منه يفضل جنب مراته ويحميها. لكنه بمجرد ما جيك بيديله ظهره علشان يأمن المكان، بياخد مسدس من واحد من المسلحين وبيخبيه معاه، وبيبدأ يتسحب وراها أمين ومراته علشان يلاقي طريق يهربوا بيه من المسلحين. لكنه بيسمع 2 منهم وهم بيتكلموا عن إن عددهم بقى قليل ومش هيعرفوا يفتشوا المطار كله، وإنهم لازم يلاقوا أمين علشان هو الوحيد اللي عارف الرمز السري اللي يوصلوا بيه للقنبلة. وبيقول المسلحين لبعض إن فشلهم في الوصول لأمين مش هيعجب قائدهم جاكسون، واللي أول ما بيشوفهم بيزعق معاهم وبيطلب من الفريق بتاعه يسيطر على الكاميرات. وبيعرف فعلا مكان أمين، وبيبعت واحد من اللي شغالين في المطار مع رجالته علشان يجيبوه، وبياخدهم فعلا مسؤول المطار للمكان اللي شافه على الكاميرا، وبيكون جيك موجود فيه. لكن الراجل بيتلخبط في آخر لحظة وبيمشوا من الجانب اللي هم فيه كله. وبيحاول جيك يعرف من أمين أي معلومات عن المسلحين دول، ومراته بتترجاه يقول كل المعلومات اللي يعرفها. فبيقول لهم إن حاوية الشحن كانت مجرد تمويه، وإنه غير طريقة تسليم القنبلة لما حس إنه متراقب، وإن محدش يعرف الموضوع ده خالص غيره. حتى الشخص اللي بينسق معاه ملحقش يقول له أي حاجة لأنه اتقبض عليه. بيسأله جيك عن اسم المنسق ده، فبيأكد له إنه ما يعرفش عنه أي معلومات لأن العملية كلها تمت عن بعد وبدون ما يكشفوا عن هويتهم. وبيقرر جيك يسلم أمين للمجموعة المسؤولة عن وكالة الاستخبارات، لكن أمين بيرفض وبيقول له إنهم أكيد مخترقين وفيهم حد بيشتغل مع المسلحين دول، لأن ما حدش كان يعرف بتغيير مكانه غيرهم، وهم أكيد اللي سربوا المعلومة. فبيوافق على كلامه وبيبدأوا يتحركوا، لكن المسلحين بيكونوا قريبين منهم جدا وبيزهقوا من مسؤول المطار فبيقتلوه. ساعتها بيستغل جيك الوضع وبيقتل كذا مسلح علشان يهربوا، لكن الذخيرة اللي مع جيك بتخلص. ولما أمين بيحس إن مفيش مكان للهرب، بيستخدم السلاح اللي معه وبيرفض يساعد جيك، وبيركز بس على حماية مراته. وبيضطر جيك إنه يشتبك معهم بشكل مباشر ويضربهم لحد ما بيوصل للمكان اللي فيه أمين، وبعدها بيلاقي عملاء الأمن مستنيينهم، والدنيا بتهدى شوية. فبيطلب جيك من أمين إنه يقول له كل المعلومات اللي يعرفها، وفي المقابل هيحمي مراته وابنه ومش هيسمح للمسلحين يوصلوا لهم. في الوقت ده بتبدأ نايشة تساعد اللي اتصابوا من الأمن، وبتقول لجوزها إنه لسه عنده فرصة يثبت لهم إنه مش إرهابي وإنه مش عايز يأذي ناس ملهاش ذنب. وبتروح واحدة من العملاء اسمها جينيفر علشان تقول لجيك إنها شاكة في مايك لأن الناس قليلة اللي كانوا يعرفوا تفاصيل نقل أمين. وساعتها بياخد مايك أمين علشان يتكلموا لوحدهم، لكنها بتقاطعهم وبيبدأ مايك يتهمها ويشك في شغلها كله، وبيطلب منها تسليم سلاحها. وخلال الجدال بين مايك وجينيفر بيسمع أمين صوتها وبيأكد لهم إن هي المنسق اللي كان بياخد منها أوامر، وإنه نفس الصوت بالظبط بس كانت بتتكلم عربي. وقالت له إنها من الخليج لكن لكنتها كانت غلط، وكان شاكك فيها، وده اللي أكد له إن جينيفر هي المنسق بتاعه. وبيقول لهم كمان إن هي أصلا اللي طلبت منه يجمع كل المواد لصناعة القنبلة، وإنه يدخل المواد دي أمريكا، وإن هي كمان اللي نسقت العملية كلها، وإنها كمان عرفت إن القنبلة اتنقلت للمطار. وبتبدأ جينيفر تدافع عن نفسها وبتأكد لهم إن طبيعي تعرف لغات كتير منها العربي، وإن مش منطقي أبدا إن هي اللي عملت كل ده. وقتها بيهاجم المسلحين العملاء من جديد، وبيحاول أمين يوصل لمراته ويحميها، ولما جينيفر بتمنعه بيضربها، لكن المسلحين بيكونوا أسرع منه وبيمسكوه. فبيطلب من مراته إنها تهرب، وبيتدخل جيك وبيضربهم علشان يحمي أمين، لكن عددهم بيكون كبير جدا فبيضربوه لحد ما بيقع من على السلم، وبيقبضوا على أمين ومايك. إلا إن جينيفر بتقتل مايك في لحظتها،
وبتتكلم مع أمين وبتقول له إنهم عرفوا فعلا إنه غير مكان القنبلة من خلال أوامر الشحن اللي صدرت من شركته، وإنه طلب نقل مروحية من اسطنبول للمطار ده وعليها القنبلة، وبقى هو الوحيد اللي عارف الرمز اللي بيوصل لمكانها. فبيسألها عن السبب اللي بيخليها تتعامل مع المسلحين وتخون بلدها وتحاول كمان تفجر العاصمة. فبتقول له إن انفجار قنبلة إشعاعية هيجبر الأمن ياخد الرئيس وكبار المسؤولين في البلد ويحطهم في مكان واحد آمن، وساعتها يقدروا هم هيهاجموا المكان ده وياخدوا بصماتهم، وبيكون لهم حق التحكم في كل الدفاعات والأسلحة الرئيسية اللي في أمريكا كلها. وبعد كل ده يبيعوها للمشتري اللي هيدفع أكتر، لأن الموضوع كله مجرد صفقة، وإنها بس حاولت تخلي الموضوع يبان كأنه هجوم إرهابي، واستغلته في ده علشان الأمن يتحرك بالظبط زي ما هي متوقعة. وبتسأله عن رمز الوصول للقنبلة، ولما بيرفض بيقول لها تبدأ تعذبه، لكنه بيستمر في الرفض. فبتطلب منهم يجيبوا مراته لأنه مش هيستحمل يجرى لها حاجة، إلا إن نايشة بتكون مستخبية ومحدش عارف مكانها لأن تركيزهم كان على أمين. فبيبدأوا يدوروا عليها من أول وجديد، وبيفوق جيك وبيبدأ يتخلص من المسلحين واحد ورا التاني، وبيكون حد فيهم لقى نايشة فبيضربه لحد ما يغمى عليه وبيخلصها منه، وبعدها بيقتله. ولما بيشوف المنظر ده بتخاف جدا وبترفض تروح معاه لأي مكان. فبيقول لها إنهم بيعذبوا جوزها، وإنها لو ما فضلتش معاه كل الناس اللي في العاصمة هتموت بما فيهم هي وابنها، وإنه لازم يمنعهم من الوصول للقنبلة، وهي نقطة الضعف الوحيدة اللي عند جوزها، ومش لازم أبدا المسلحين يوصلوا لها. وبيتنكر جاك في لبس واحد من المسلحين وبيطلب من نايشة تمثل إنها بتقاومه علشان ينقذوا أمين، وبيقول لها كمان إن جينيفر خاينة وبتشتغل لصالح المسلحين دول، وإن هي اللي لفقت تهمة الإرهاب لجوزها علشان تداري على اللي بتعمله. وأول ما بيوصل جيك ونايشة عند جينيفر بتهدد أمين إنها هتقتل ابنه، وبكده أمين هيخسر ابن تاني ليه. وبتطلب من جيك وهو متنكر ومش عارفاه يضرب نايشة، لكنه مش بينفذ الأمر، وبيوعد نايشة إنه مش هيأذيها أبدا. وقبل أي حاجة ما تحصل بيقول أمين على الرقم علشان يحمي مراته. فبتطلب جينيفر من المسلحين يدوا الرقم لجاكسون، وبعدها بتحرر جينيفر أمين وبتمسح له وشه وبتحاول تقنعه يقول كلمة يعلم فيها عن العملية الإرهابية، وإنه خطط لاستخدام القنبلة ضد رئيس الدولة علشان ينتقم لابنه الأول اللي مات. ولما بيرفض بتهدده تاني بمراته، فبيوافق على طلبها وبتصوره وهو بيعترف إنه مواطن بريطاني الأصل وجه لواشنطن علشان ينتقم، لكنه مش بيقدر يكمل الخطاب. فبتفكروا بابنه طارق اللي مات، وإنه إزاي يضطر يدور عليه وسط الركام بعد الضربة الجوية، وإنه مات بين إيديه، وإنه حس بالغضب والكره وكان عايز ينتقم له. ولما بيتمسك بالرفض بتوجه السلاح ناحية مراته الحامل، فبياخد الورقة وبيبدأ يقرأ تاني، والمرة دي بيكمل الخطاب وبيقول فيه إن التحالف بين أمريكا وبريطانيا اتسبب في دمار كبير وموت ناس كتير جدا، علشان كده قرر ينتقم ويجلب نفس المعاناة والخراب لأمريكا، وعشان العائلات تخسر أولادها ويدوقوا نفسه اللي هو داقه. وبمجرد ما بيخلص الكلمة بتقتله، وبتطلب من المسلحين يقتلوا مراته كمان ويحافظوا على الجثتين علشان يقنعوا الرأي العام باللي حصل. وبعد ما جينيفر بتمشي بيبدأ جيك يهاجم المسلحين، وبتحاول نايشة تنقذ جوزها وهو بيتأسف لها على كل اللي عمله، وبيطلب منها ما تخليش ابنه لما يتولد يشوف الفيديو اللي اضطر يصوره ويموت بعدها. ولما بيموت أمين بيروح جيك ورا جينيفر علشان يوقف تفجير القنبلة، لكن واحد من قادة المسلحين اسمه دمبار بيكشفه، فبيشتبك معاه وبيهاجموا بعض وبيضربوا جيك جامد من غير ما يقتله وبيهرب. وبيدور المسلحين عليه في كل مكان، ولما بيلاقيه دانيبار بيرجعوا يضربوا بعض تاني بقوة، بس المرة دي مش بيسيبوا جيك غير لما بيتأكد انه مات. وبيوصل بعدها عند جاكسون وجينيفر وبيكونوا لقوا القنبلة، وبيتأكدوا انه مستوى الإشعاع بتاعها عالي كفاية، وبيوصلوا لها بموبايل وبيحطوها جوه عربية الإسعاف علشان يستعدوا لتفجيرها في وقت كلمة الرئيس بالظبط. وبيراقبهم جيك من بعيد وبيرجعوا الاتصالات للمطار قبل ما يمشوا، فبيعرف يتصل بمسؤول عن تأمين الرئيس وبيبلغوا عن القنبلة، وبيقول له كمان عن جينيفر واللي بيحصل مش مجرد عملية إرهابية. بس ساعتها بيكشف واحد من المسلحين جيك وبيضطر انه يقتله وبيقف المكالمة، وبيتعامل لوحده مع الباقيين منهم ومش بتبقى غير جينيفر وجاكسون، فبيطلب منهم يستسلموا لأن مش هيسمح لهم يخرجوا من المطار. هنا بقى بيهاجم جاكسون جيك وبيضربوا بعض، لكن جيك بيكون تعبان جدا ومش بيقدر انه يصمد قدامه لحد ما في الآخر بيقدر يأيده، لكن جاكسون بيقول له انه مستحيل يقدر يوقف اللي بيحصل لأنه مخطط أكبر منه بكتير. وبيحاول بعدها يوصل لجينيفر وبيقول لها ان خطتها فشلت خلاص، وان تفعيل القنبلة ملوش فايدة، خصوصا ان كل رجالتها ماتوا. وبيوصل لها تليفون بيأكد لها ان كل رجالة الدولة تم نقلهم لمكان آمن، فهي بتطمن. وبتقول لجيك انه لسه مش فاهم اللي بيحصل، وان القنبلة مجرد بداية، وان بقى الفريق بتاعها في طريقه للمكان الآمن علشان يهاجم الرئيس وكبار رجال الدولة، وانه حتى لما بلغ عن القنبلة ساعدهم بدل ما يوقفهم. وبينتهي الفيلم على ان عملة FBI بيوصلوا المطار اخيرا وبيقبضوا
بيقبضوا على جينيفر وبيأمنوا جيك، وبيطلبوا منه يقدم تقرير كامل عن اللي حصل، بس هو بيطلب منهم يرتاحوا شوية قبل ما يكمل طريقهم معاه. فبيوافقوا، ساعتها بياخد موبايل جينيفر اللي وقع منها وبيمسح الفيديو بتاع أمين، وهم بيشتغلوا على إبطال القنبلة تماما. ولحد هنا بيخلص فيلمنا النهاردة، استنونا في أفلام تانية جديدة، والسلام.